بدأت تمثيل سنة كام تقريبا؟ سنة 8 في محل كان اسمه دار التمثيل الزينبي في المواردي. كان بتاع واحد اسمه فؤاد السويسي. كان تاجر أقمشة قدام سيد العتيش. بقول يا أستاذ علي، أنت بدأت حياتك الفنية في سنة 1908. أيوة. وإحنا دلوقتي في سنة 1956. نعم. طبيعي كل واحد في بداية حياته يعني بيكون عنده أمال. فعلى طول الفترة ديت تعتقد إن أمالك تحققت؟ أنا أمالي كلها كانت بأني أكون ممثل كويس قرب الجمهور، وهذا وصلت إليه والحمد لله. فما أحبش حاجة في الدنيا غير كده. طب أنت اشتغلت فترة طويلة وكل أعمالك الفنية كان عليها إقبال. أيوة. يا ترى عملت ثروة قد إيه؟ ولا حاجة. ستر ربنا، وعايش والحمد لله، وألف حمد وشكر. طب أنت دلوقتي يا أستاذ علي مختفي شوية عن الجمهور. أيوة. يا ترى بتقضي أيامك إزاي؟ بأدي أيامي والله في الخدمة اللي أنا فيها في المسرح الشعبي. اشتغل حفلات في المؤسسات وال... وال... والجيش، ومطرح ما يوجهونا بنروح. أستاذ علي، أنت كراجل عاصرت المسرح في أول أيوة. عهده وبرضه في معاصره في أيامنا ديت، فتفتكر المسرح كان زمان أحسن ولا دلوقتي أحسن؟ لا، طبيعي كان زمان أحسن فنيا، لكن دلوقتي أحسن يعني تهريجيا. إزاي يعني؟ إن ممكن كنت عاوز تفسر لي شوية؟ إن كنت عاوز الحقيقة، كان أحسن فنيا، لأن كانت الروايات اللي بتعمل روايات لها أول ولها آخر ولها نهاية، وروايات أغلبها مترجمة، وكان الكتاب ناس فنيين وناس علماء. السيدة منيرة عمل لها من المرحوم يا سيدي اسمه عمل لها باختصار، ترجم لها كارمن وكارمنينا، عملتهم في الكرسال. رجوا البلد. أستاذ علي، أنت رسمت لنفسك شخصية فكاهية، فيا ترى إيه الدوافع اللي دفعتك للشخصية دي في بداية؟ قلت لي الدوافع اللي دفعتني لهذه الشخصية. كنا عملنا رواية في كازينو دي باريس في شارع عماد الدين. كنا اتنقلنا فيه واشتغلنا عند واحدة اسمها مدام مرسيل لانجلوا وعملنا رواية اسمها حسن أبو علي سرق المعدة. وهذه الرواية أخذت استحسان كبير، وأنا اخترت هذه الشخصية لهذه الرواية علشان واحد راح يشم النسيم في عزبته واخد الخدام بتاعه، ففكرت إن أعمل شخصية البربري الظريفة الخفيفة دي، الروح اللطيفة، فنالت استحسان الجمهور، وبقى الجمهور يتحاكى بألفاظها. أيوه. فلما شفت إنها خيشت وأعجبت الجمهور إعجاب نهائي، مسكت فيها على طول، وربنا أخذ بيدي واستمريت فيها للنهاية. طب يا أستاذ علي، أعتقد إن كل واحد